اهلا بيكم. اول درس من دروس اولى ثانوي، عنوان الاساس الكيميائي للكائنات الحيه، وهنتكلم النهارده عن الاساس الكيميائي للكائنات الحيه. وباختصار يعني ايه الاساس الكيميائي؟ يعني التركيب البنائي للكائنات الحيه. الكائنات بتتكون من ايه؟ او المواد عموما ابسط جزء فيها هو ايه؟ هو الذره. صح ولا لا؟ صح، كلنا عارفين المعلومه دي. طيب وبعد الذره هنلاقي انه في حاجه اسمها الجزيء. والجزيء باختصار هو انه في ذره مع ذره او اكثر من ذره اتجمعوا مع بعض وكونوا حاجه اسمها الجزيء. طيب بعد الجزيء هنلاقي انه في حاجه اسمها الجزيئات الكبيره. طيب والجزيئات الكبيره دي عباره عن ايه؟ عباره عن جزيء صغير اتجمع مع جزيء صغير ويكونوا مع بعض حاجه اسمها الجزيء الكبير. تمام؟ نقف وقفه محترمه لاننا هنتكلم في 4 محاور في الجزيئات الكبيره. اول محور وهو الكربوهيدرات، تاني محور وهو الليبيدز او الدهون، تالت محور وهو البروتينات واللي هي البروتينز يعني. طيب رابع محور وهو الاحماض النوويه وهي عباره عن الار ان اي والدي ان اي. طيب بعد كده هنلاقي انه الجسم الكائن الحي موجود فيه ايه؟ موجود فيه حاجه اسمها العضيات، والعضيات دي عباره عن مكونات بسيطه داخل الخليه، لكل مكون منها وظيفه خاصه بيه. طيب وبعد كده هنلاقي انه في حاجه اسمها ايه؟ الخليه. طيب الخليه دي بتجمع مع بعض وتكون حاجه اسمها ايه؟ نسيج. طب النسيج هيكون ايه؟ هيكون حاجه اسمها عضو. طب العضو هيكون ايه؟ هيكون حاجه اسمها الجهاز. طب الجهاز هيكون حاجه اسمها ايه؟ كائن حي، سواء كان نبات، سواء كان حيوان، سواء كان انسان. تمام. طيب نيجي دلوقتي بقى على الجزيئات البيولوجيه الكبيره. اول حاجه هي اتسمت بيولوجيه ليه؟ لان بيتم انتاجها في جسم الكائن الحي. بيولوجي يعني بايو يعني حيوي، يعني تم انتاجها داخل جسم الكائن الحي. طيب عضويه ليه؟ لانه يشترط وجود ذره الكربون والهيدروجين ويكون ما بينهم رابطه قويه. طيب في جزيئات عضويه وفي جزيئات غير عضويه، ايه الفرق ما بينهم؟ هنلاقي انه الفرق زي ما قلنا دلوقتي ان الجزيئات العضويه يشترط وجود ذره الكربون والهيدروجين، اما الجزيئات الغير عضويه فلا يشترط وجود ذره الكربون والهيدروجين. طيب الامثله على الجزيئات العضويه قلنا 4 حاجات: كربوهيدرات، دهون او الليبيدز، ثالث حاجه اللي هي البروتينات، رابع حاجه وهي الاحماض النوويه اللي هي ال DNA والار ان اي. تمام. طيب دلوقتي هنتكلم عن الجزيئات الغير عضويه والامثله عليها. مثلا اي جزيء غير عضوي هو عباره عن جزيئات موجوده في الطبيعه، زي مثلا NaCl، زي مثلا H2O جزيء الميه وخلافه. طيب دلوقتي الجزيئات العضويه هي عباره عن جزيئات كبيره في الحجم، كبيره جدا، بتكون موجوده في تتابع كبير جدا من الجزيئات الصغيره. اما الجزيئات الغير عضويه فهنلاقي ان هي بتكون صغيره في الحجم. طيب قلنا دلوقتي ان الجزيئات البيولوجيه الكبيره هي عباره عن اجتماع جزيئات بيولوجيه صغيره مع بعضها. طب يعني ايه جزيئات بيولوجيه صغيره؟ هنسميها حاجه اسمها المونيمر. والمونيمر باختصار، مونيمر يعني مونو ومر. يعني ايه مونو؟ يعني احادي، ومر يعني جزيء، يبقى احادي الجزيء. طيب بتكون حاجه اسمها ايه؟ جزيئات بيولوجيه كبيره او الجزيئات الكبيره اللي هي البوليمر. وبولي يعني عديد ومر يعني جزيء، يبقى عديد الجزيئات. تمام. طيب عمليه تكوين او عمليه اجتماع المونيمر مع بعضها عشان تكون البوليمر بتسمى عمليه البلمره. يعني ايه عمليه البلمره؟ هي عمليه اجتماع او عمليه اتحاد المونيمر مع بعض عشان يكون حاجه اسمها البوليمر. والبوليمر اللي هو عديد الجزيئات، يعني جزيء مع جزيء مع جزيء كونوا حاجه اسمها بوليمر اللي هي عديد الجزيئات. طيب ليه الجزيئات الكبيره دي مهمه في جسم الكائن الحي؟ لانها باختصار بتمثل المايسترو اللي بيتحكم في اداء جسم الكائن الحي والوظائف المختلفه اللي بتحصل داخله. على سبيل المثال مثلا هنلاقي انه الكربوهيدرات، والكربوهيدرات هي باختصار هي عباره عن ايه؟ عباره عن الغذاء اللي بيعتمد عليه الكائن الحي. مثلا الكربوهيدرات تدخل جسم الكائن الحي فتتحول لجلوكوز. طب والجلوكوز ده بيعمل ايه؟ بيدخل داخل الخليه علشان يحصل له عمليه اكسده فتطلع منه الطاقه داخل بيت الطاقه اللي هو اسمه الميتوكوندريا، اللي هي تعتبر عضيه داخل الخليه واللي هي عباره عن مكون من مكونات الخليه. وهنلاقي انه الطاقه دي بتطلع في صوره ATP او ادينو
زين ثلاثي الفوسفات، وادينوزين ثلاثي الفوسفات ده اللي هو الاي تي بي بيطلع الطاقه اللي الخليه محتاجاها وجسم الكائن محتاجه بعد كده. طيب دلوقتي يبقى احنا عندنا جزيء كبير اسمه الكربوهيدرات طلعنا منه الطاقه، يعني مهم. تمام. طيب الحمض النووي، عمرك شفت حد مولود عنده مشاكل في الحمض النووي وحياته سليمه؟ اكيد هيحصل له مشاكل كبيره بعد كده. طيب عمرك شفت حد اصلا مش عنده حمض نووي؟ ما ينفعش، لازم يكون عنده المعلومات اللي الخليه هتستخدمها والخليه هتمشي على اساسها وبناء عليها. طيب دلوقتي عمرك شفت حد مثلا عنده مشاكل في البروتينز؟ بيبقى فيه، بس بيبقى عندهم مشاكل كبيره. فالجزيئات البيولوجيه الكبيره تعتبر مهمه جدا 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 داخل جسم الكائن الحي، لانها باختصار بتتحكم في جميع العمليات الحيويه داخل جسم الكائن الحي. من انك مثلا جعان فعمال تاكل كربوهيدرات مثلا او بروتين او اي حاجه علشان تستخدم منها الطاقه، لكونها مثلا انزيمات في صوره بروتينات داخل المعده عماله تهضم، او لكونها مثلا هرمونات زي مثلا هرمونات الجنسيه في صوره استرويدات او الاسترويدز. تمام. طيب يبقى باختصار الجزيئات البيولوجيه الكبيره هي عباره عن مايسترو بيتحكم بصوره قويه جدا في جميع العمليات الحيويه اللي بتحصل داخل جسم الكائن الحي. يبقى احنا هنركز ليه على الجزيئات البيولوجيه الكبيره؟ لانها باختصار بتمثل دور او ليها دور مهم جدا داخل جسم الكائن الحي. ده كان فيديو النهارده بعنوان الاساس الكيميائي للكائنات الحيه. استنونا فيديوهات جديده ودروس جديده، ويلا سلام.